بعض الأحيان من يصير تصويت يقوم رئيس الكتلة وهاي فالظاهرة مشينة ومعيبة، فرصة أنه أهين رئيس الكتلة بداخل يقوم يتلفت لي ورا، إيه يلا صوتوا نعم، دوس أخضر أحمر أحمر، لا إيش الرئيس. فهذا يتقرقز دقيقة، يتقرقز أي بمعنى يصبح قرقوز قدامنا إحنا النواب الحقيقيين، نضحك عليه ونشخص نقول انظروا إليه كم هو تافه، قايم يتوسل بالكتلة مالته، والكتلة بعضهم اللي أتفه منه يستمع كلامه، والشجاع والرجل سواء كان رجلا أم امرأة ما يشتري بفلس فيصوت مثل ما يريد. عنده جواز دبلوماسي، راتبه شهريا اكثر من راتب. يا جواز دبلوماسي حتى للوفه ما حد يعترف به، جواز ايش دبلوماسي تخابصنا يعني حتى بالعراق لا يعترف به. اسالك بالله من تدخل للعراق من تدخل للعراق لا ما خليك لانه من تدخل بالعراق بالمطار وتقدم الجواز الدبلوماسي، الضابط ما يشتري بدرهم يعاينك شزرا. شنو هذا جايب لي؟ ما حد هذا يعتبره ولا حد نحن في زمن الإهانة وافتقاد الكرامة. شنو النائب عنده جواز دبلوماسي؟ تريد أعطيك إياه؟ وإذا قلت لي أكو نائب عنده سيارة مصفحة، هاي مو طاهية البرلمان، لا عيوني، هاي الطاهية لو رئيس الوزراء السابق، لو وزير الدفاع، لو وزير الداخلية، لو وزير الأمن الوطني السابق، هم ذولا اللي يطون مصفحات. أدري أن طاهية باسمه طاب صرف يعني؟ أي من أبوه، وهو أبوهم جابها من جدة ومن عشيرته جابوها. كان مين من عندك؟ لا ذولا ورث ذولا ورثة الأنبياء. أستاذ فائق، بعد سقوط نظام صدام حسين انهالت، بدل ما ميزانية العراق 3 مليارات دولار النفط مقابل الغذاء مسيطرة عليه الأمم المتحدة، تروح تشتري به رز وما أعرف شنو وتوكل الشعب العراقي اللي يصدر العراق من نفط. اجى البديل شنو؟ انفتاح وحريه وما ادري شنو كذا، وانشالت العقوبات عن العراق، صارت ميزانيه العراق 140 مليار. بدل ما يوزعوها السياسيون على الشعب العراقي بالتساوي والتراضي ويخدمون ويبنون ويعمرون، سرقوا الاموال. والله تريدني اجاوبك بصراحه، وهسه ضجه هذا الجواب. ما تفكني من هذا الحكي الكذب. العراقي اذا ثار وين العراقي؟ ساكت يا ولي يجي دمغ بيه، اسكت يا محمد. ثورات ايش؟ يلا ما يثور من 2003 لحد الان. خلي تكمله للجواب الاولي، لا تظل تسوي لي العراق بلد الثورات وما ثورات. الله يرحمك نور السعيد قال العراق مثل الملح الفوار، بذاك الوقت كان استوى الملح الفوار طالع، فاللي يعرفوه هو نور السعيد وكم وزير يخلوه مال تقويه فيتامين سي، يخلوه بالقلاص الماي يذبه شيء يفوح هاي شكل ورا ثواني يخفت. قال هذا الشعب العراقي يفور ويخفت. يوميا مسوي لي لقاء بذوي شهداء سبايكر وتجيني 4 نسوان يذبن الشيل ولطم وحا وحي وحو وها وهو. شنو هاي؟ انت مو جاي تلطمين يوميا بالبيت، مو جايتني بمجلس النواب تلطمين، ده بفندق الرشيد افتهمنا، اعرف انت ابنك شهيد والدم الى حرمته، بس انت لو صدق ابنك هيك عزيز عليك وطالع من قلبك مو تلطمين، تلاحقين اللي قتله. بس اول مره خلى عتبه، لان غير نائب ما يعتبه، اللي يعتبه فائق الشيخ علي حتى يفتهم الخطا من عنده مو من عندي. انت اخطأت، رحت دليت بصوتك، انت بعت العراق مو انا ما بعت العراق، انت رحت اعطيته صوتك وصعدت لي اياه وردت تجيبه رئيس وزراء عليه وسويت لي ما ادري ايش قد، هو انا اللي ادري بيهن 410,000 صوت، بس بعدين بيوم اعلان النتائج صار 721,000 صوت. شلون ما ادري، طبعا الله قادر على كل شيء يعني ما اعرف. صراحه قال اني جيفي حكى المالكي، هاي قضيناها 4 سنين هاي الاخيره بهاللعبه الضحك على الشعب العراقي بهالطريقه هاي. وبعدين اثنيناتهم قاعدين هسه نواب رئيس جمهوريه، قاعدين رجل على رجل ويوميا يجتمعون ويا فخامه رئيس الجمهوريه فؤاد معصوم ويضحكون على الشعب العراقي وعلى الناس وعلى الكذا، لانه امتيازاتهم وبيوتهم وكلها موجوده وملياراتهم وشي مرتاحين كل يزيد. في المنطقه خضراء، اي ما ادري خضراء وبيضاء وصفراء وحمراء وبجميع المناطق وبدول العالم كل شيء عندهم.